في ناس بتحول وجعهم لرسالة، ومنال حسني واحدة منهم. النهاردة ضيفتي منال حسني، بنت نجت من الحروق، وفي نفس الحادثة فقدت 3 من أهلها. بس هي قررت إن دي ما تكونش نهاية قصتها، بالعكس تكون بداية لقصة جديدة كلها قوة وإرادة، وكمان بتساعد ناس لسه في نص الطريق. النهاردة منال هتحكي لنا قصتها، عشان هي نفسها إن صوتها يوصل لكل الناس وتشوفوا قد ايه هي جميلة. ازيك يا منى؟ الحمد لله. عاملة ايه؟ تمام جدا الحمد لله. انا مبسوطه اصلا بالمقدمه الهائله دي. لا تستاهليها. ربنا يخليكي، شكرا. ابدا بقصتي. لا انا هاخدك كده، بس ايه كام سؤال ورا. عايزاكي توصفي لي نفسك في كلمة واحدة بعد كل اللي مريتي بيه. خدي وقتك. مستمره. حلو. تحفة. فعلا حاجة بس توصفك، فعلا مستمرة رغم كل الصعوبات. ده حقيقي. بس يعني مستمره بس. احنا والله فخورين بيكي قوي، ويعني كلنا بنحبك جدا بجد. شكرا. طب منال، قبل بقى كل حاجة حصلت، عايزة اعرف انت حياتك كانت عاملة ازاي. احكي لي عنك قبل الحادثة. لا، قبل الحادثه دي كنت شخص مرح قوي. بنوته على 3 ولاد، فمش مدلعه قوي، بس يعني اللي انا بعوزه بطلبه بيجي لي، ومرفهه شويه. اهلي ما فيش غيري بقى، بنوته الوحيده حتى في العيله، يعني كنت انا اكبر بنت في عيله ماما يعني. فلأ، شخص عندي طموح وعندي أحلام وعايزة أحققها، في كليات عايزة أخشها، وحاجات كتير كده كانت مختلفة في حياتي وحياتك كانت ماشية عادي جدا. جدا. بس فجأة كل ده انطفى. في يوم حياتك اتغيرت 180 درجة، طفي ومن واحدة. ساعتها حياتك مختلفة لحد تماما. النهاردة. ده أكيد. احكي لي بقى عن اليوم ده، كان امتى وحصل ايه؟ هو فعلا اليوم ده أنا طبعا عمري ما هنساه، إن هو يعني غير حياتي. لو في حاجة أكتر من 180 هو تمام غيرها. 20 واحد، هو من 18 سنة بالظبط. اوكي. الوقت ده أنا كنت طبعا 16 سنة، فحد شغوف جدا، حد عنده طموح، فجأة كل ده اتقلب لمستشفى وعلاج. حاجات بلازما ودم ومحاليل وإشعاعات وحاجات فوق طاقة استيعابي حرفيا. مش عارفة ايه اللي بيحصل لي، مش عارفة أنا فين، مين، فين أهلي، فين بابايا، فين مامتي، فين إخواتي، مش عارفة. واليوم ده أثر عليكي انت وعيلتك؟ احنا كنا 7 أشخاص. ايه اللي حصل؟ 6 أشخاص من العيلة، بنت الجيران كانت جنب البيت وقت الحادثة. هو اللي حصل، احنا كان عندنا فرح، آخر بنوتة في العيلة عند ماما، أخت ماما الصغيرة اتجوزت. وهي كانت الأول ما كانش فيه غاز طبيعي، في أنابيب، فهي أنبوبة الجهاز بتاعها. فاحنا المفروض 7 يوم بنروح نبارك ونعمل حاجات كده للعروسة، فروحنا وخاله قال أنا هسبقكم وهودي الحاجات دي وانتوا تعرفوا العربية اللي ورايا. فهو راح ورجع. المشكلة حصلت هناك، حماتها بتقول لأ خدوا الحاجات اللي انتوا جايبينها بايظة ومش فخاله عشان يفك الاشتباك يعني، قال خلاص خلاص أنا هاخدها وأغيرها لك مفيش مشكلة. فهو رجع على بيت جدتي حطها واحنا كنا في الطريق ليها، اوكي. ما خدناش بالنا. طبعا هي الأنبوبة كانت فيها مشكلة، كانت بتنفس بايظة، فسربت كل الغاز اللي في قلبها في قلب البيت. فاحنا لما خدنا الوقت وانبسطنا ولعبنا وهنيناها وباركنا كان لها. الغاز انتشر في البيت كله؟ بالظبط. فرجعنا طبعا في ناس تاني ضيوف جايين عشان يروحوا لها، فبنعمل اكل. فمامتي دخلت المطبخ وجدتي وابن خالتي. لسه بقى، يعني لسه الغاز مملي في البيت وانتوا ما تعرفوش اي احنا حاجة؟ هو عشان كنا في شتاء فكان الجو مقفل، اه. فاحنا ماشيين وسايبين كل حاجه مقفوله مش عندنا. مم. فاكيد حد من الجيران، فاحنا هنخرج برضو ننبهه، بس احنا دلوقتي محتاجين نعمل اكل بسرعه اه. بسرعه ويلا، فمستعجلين. فماما دخلت المطبخ وخالي دخل الحمام، وجدتي خدت البيبي ابن خالتي كان عنده سنه وراحت بيه الاوضه عشان هو كان نايم. انا وخالتي واقفين في الصاله، ما بيننا وما بين الباب ما فيش 2 متر، باب المطبخ؟ باب الشارع. باب الشارع، اوكي. ماما بتولع عود الكبريت، البيت كله ولع فجاه. وبحس ان يعني انا وهي كنا جنب الباب مسافه قريبه جدا، مش عارف بنمسك في ايد بعض مش عارفين نخرج. بحس ان النار كانت بتشدنا تاني لجوه. فلثانيه مسكنا في ايد بعض جامد، وقدرنا ان احنا نخرج من الباب. ما كنتش فاهمة ايه اللي بيحصل؟ مش فاهمه يعني، مخي وقف، مش عارفه ايه اللي بيحصل. وكل اللي كان عليا انا وخالتي وقتها ان هو في ناس جوه، فالحقوا الناس اللي جوه، الجيران طبعا. يعني كل اللي كان في مخي وقتها ان احنا نلحق الناس اللي جوه، بنقول للجيران طبعا في ناس لسه جوه فالحقوهم. مامتي ما قدرتش تخرج، وخاله خرج ودخل تاني لان ماما كانت فاتحه الانبوبه بتاعه البيت، فهو دخل قفلها عشان ما تحصلش مشكله اكبر. يعني كانوا واعيين باللي بيحصل؟ محدش فقد الوعي؟ ما حصلش اي لا، حاجة؟ انا لحد يعني اول 2 خرجنا، اول 2 خدونا على اقرب مستوصف يقدر يساعدنا. من الوقت ده
أنا حياتي حرفيًا اتقطعت عن بقية اللي كانوا معايا في الحادثة، يعني كنت ما أعرفش انت وخالتك رحتوا اقرب مكان، بالضبط. والخمس اشخاص التانيين اللي كانوا متأثرين بالحادثة الإسعاف جات متأخر، المطافي جه متأخر، فإحنا كان جارنا معاه العربية بتاعته فنقلنا فيها، إنما التانيين ما كانش في بقى وسيلة أي نقل، فاستنوا الإسعاف، فالإسعاف جه متأخر أوي، ودوهم أقرب مستشفى، المستشفى طبعًا قعدوا ماما قعدت 6 أيام وتوفت، حصل لها عدوى في الدم وحصل لها مشاكل تاني كده بسبب الحرق، لإن كانت نسبة الحرق بتاعها كانت 80%، فكانت نسبة كبيرة، مساحة كبيرة من الجسم. خاله برضه على نفس الوضع، جدتي، ماما توفت أول 6 أيام، خالي على التالت، جدتي على ما بينهم 3 أيام ورا بعض. كل ده انت في حتة تانية؟ أنا في مكان تالت، أنا طب قعدت مش 20 يوم في مستشفى بدون ذكر أسماء، هي مستشفى كان فيها معاملة وحشة جدًا، ما فيهاش علاج، ما فيهاش رعاية، بابايا طبعًا ماما بتموت، خاله بيموت، تيتة بتموت، فهو عايز طبعا ينقذ، باباكي مش عارف مش اصلا، عارف مش هو عارف مش عارفين يستوعب يعملوا إيه. الموقف. هو بابا كان قال لي جملة، قال لي: "أنا باخاف التليفون يرن، تليفون البيت الأرضي، باخاف يرن، إحنا مش بننام، كل ما بيرن تعالوا استلموا حد توفى، تعالوا استلموا حد." فبابا بقى خايف منه، لحد دلوقتي على فكرة بابا ما بيحبش طبعا تليفون البيت يرن اكيد خالص. عنده يعني عنده تروما فظيعة من قاسية أوي، إن هو طبعا. وليه ما وصلش غير جملة واحدة، فلان اتوفوا تعالوا عشان تستلموا الجثة، فالجملة وفي نفس الوقت بنته برضو وكان مرعوب بقى، ايوه يعني طبعا. مراتي توفت ففاضل بنتي وأخت هو بيقول عيلة ماما كلها كانت في الحادثة، فهو كان بيحاول إن هو يعمل أقصى ما في وسعه إن هو ينقذ الناس دي. طب قعدتي قد ايه بقى في فترة العلاج وانتي مش عارفة ان مامتك وجدتك وخالك توفوا؟ 4 شهور، 3 شهور في ياه. العناية المركزة كانت حالتي خطر، وبعد كده شهر في الغرف العادية. أنا كل يوم بادعي لهم أصلًا، يعني كل يوم هُم بييجوا زيارة، كان بيبقى مسموح لي زيارة في ساعتين الوقت في ده اليوم، انتي واعية واعية تمامًا بس طبعا متألمة جدا. المحاليل بقى والأدوية والحاجات دي كانت بتخلّيني مش يعني أنا سامعاكم وشايفاكم وكل حاجة، بس الوجع مستمر، فأنا باحاول أنا شخص كتوم شوية، باعرف أتحمّل شوية، دي حاجة مش حلوة. مش حلوة خالص آه. للأسف. فبس هو في فترة كده في حياتي لمّا باعمل شوية في الشغل، يعني بيقولوا لي: "أنتِ بطلة." هي كلمة كبيرة جدًا، بس في الوقت ده لمّا ابتديت أوعى شوية، لأ هم أهلي اللي أبطال، يعني أخويا وأخويا وأخويا باباكي. وبابايا يخشوا لي هم بس برضو بيضحكوا. منال انتي بطلة، يعني ما تقلليش من قوتك بس عارفة والله بجد الفترة أنا باتكلم على الفترة اللي هي ايوه 4 طبعا، شهور في ان المستشفى، حد اصلا فقد حد وبيحاول وبيخش يضحك يضحك. ويهزر وينبسط واسأله طبعا. ماما كويسة جدًا، ماما بجد رائعة، ادعي لها بس يا منال عشان هي تعبانة شوية، عملت عملية وفشلت، فحِجَج، حِجَج، حِجَج كده. طب في الوقت بقى اللي انت فيه في المستشفى كنت بتفكري في ألمك، في وجعك، في شكلك، ولا بس عايزة تطلعي من هنا علشان تشوفي ايه اللي حصل وتشوفي أهلك؟ كنت تفكري في ايه؟ هو أكيد، أكيد الاتنين، بس اللي كان أكتر بالنسبة لي كان أنا عايزة أشوف ماما، عايزة أعرف برضه هي جرى لها إيه، أنا كل ده مربوط، فأنا عايزة أشوف بقى هي كمان إيه اللي حصل لها، إيه تاني الألم اللي عندها شكله عامل إزاي، أنا مش قادرة أتحمّل، فهي هتتحمّل والّا وكنت برضه خايفة منها أوي، خايفة لا تقول لي: "أنتِ ليه فضلتِ قاعدة في البيت، أنا قُلت لِك اخرجي." كانت باعتاني أروح مشوار وأنا صممت إن أنا أقعد، "فليه كنتِ اسمعي كلامي روحي." فكان اللي هو كنت خوف كل ده وقلق بتفكري في الرياكشن بتاع مامتك جدًا، وإن أنا عارفة بقى إن هي هتفضل تحضني وتبوسني تقول لي: "معلش حقِّك عليَّ." وتقعد تقول لي: "طب وريني كده إيه اللي وجعِك، طب وريني كده شكلها عامل إزاي بقى." كنت برضه خايفة من الحاجات دي كلها، بس كنت بادعي بقى، بادعي إن أنا ربنا يجمعني بيها وكده، وبادعي لها إن هي يجيبوها معايا في المستشفى، فكانوا دايمًا يقولوا لي: "ما فيش مكان، ما فيش مكان." فهي في مكان كويس فادعي لها هو بس إن هي الصراحة أهلك أبطال فعلا. فباحس إن لأ هو اللي يستحق انت بطلة وهم أبطال، يعني مش قادرة أتخيل عيلة تمر بده، فانتوا كلكم أبطال طبعا. صعب. أنا آسفة أوي إن انت لا، لأ مريتي بكل ده. خالص، أنا باحاول دايمًا لمّا باجي أحكي الكلام الخاص بالحادثة بتاعتي، بيبقى هدفي فيه إن بجد أنا ممكن يكون جزء كبير حصل عندي إهمال، يمكن خاله لو كان قال إن في جاب دي وقال لنا وبلّغنا، ما كناش ممكن نعمل كده، كنا أكيد هنستنى أو نشوف حد يقدر يتصرّف ونعمل إيه الطريقة اللي نقدر نخرّج بيها الريحة دي والبيت ما يحصلش فيه كده، فلأ باحاول أحكي ده علشان الناس تاخد بالها منّي. أيوة انت ف شجاعة وقوية. الحمد لله. مرة يعني لا بجد يعني. طب عايزة أعرف طول فترة العلاج كان أنا طبعا عارفة إن ده من زمان قوي، فما كانش فيه مستشفيات للحروق زي دلوقتي أهل مصر، فعانيتي قوي ولا كان الموضوع سهل، ولا الدنيا مشيت ازاي يعني؟ لأ عانيت كتير، عانيت كتير أوي، أول 20 يوم من بعد ما المكان اللي أنا كنت فيه نقلني المستشفى اللي قُلت لِك عليها إن هي 20 مستشفى كانت صعبة جدًا، 20 يوم كانوا أسوأ 20 يوم في حياتي، هم اللي كانوا بالحادثة كلّها، بجد الألم فيهم كان أنا أفتكر إن أنا درجة حرارتي كانت بتوصل 40
مفيش خافض حراره حتى، مفيش كمادات. كانت المرافق معايا مرات خاله، هي اللي كانت بتعمل لنا كمادات، وده ما كانش صح في الوقت ده. بس هي تعمل ايه؟ هي بتعمل كمادات على الاماكن السليمه عشان الحراره تنزل. آم، انا نايمه على سرير جلد، الملايه بتلزق في الجرح. بغير تاني يوم الصبح، بمشي مسافه حوالي 6 7 10 متر كده لحد مين اوضه كان العيال. بيقويكي في الوقت ده؟ مين لا كان مفيش خالص كنت لوحدك؟ خالص. بس بابايا افتكر له، انا كان عندي اصابه في ظهري فببقى نايمه على بطني، افتكر ان هو كان بيجي يبوس راسي بيقول لي حقك عليا، اتحملي معلش. لان انا كنت في الفتره دي رافضه حاجات كتير قوي، من ضمنهم العلاج، لان اصلا ما كانش في علاج في المكان ده. كنت كنت في وقت بدعي ربنا اموت ايوه كنت في وقت بتستسلمي؟ جدا. انا عايزه اموت، انا مش قادره اتحمل الوجع. ليه؟ لان كان في طريقه علاج كانت غلط. سنك صغير قوي. 16 سنه. كان فاضل لي انا عيد ميلادي كان في المستشفى دي، كنت هتم 17 سنه في الوقت ده. الحادثه حصلت 26، انا عيد ميلادي 27، فمامتي ماتت 26. فكان الموضوع صعب قوي. ايوه طبعا. بس انا بعد كده لما نقلني مستشفى خاص لقيت المعامله والتجربه في علاج، في هقدر ايه ده انا هخف، ايه ده انا خلاص بقيت مقبله على الحياه شويه، ان انا في علاج هقدر اخده هيخليني اقوم امشي واتحرك، والجروح بتاعتي هتلتئم وهتخف واخرج للبيت. وبقى عندك شويه امل يعني، جدا فده جدا. خلاكي حتى لو انت دلوقتي متألمه تحسي اللي هو طب لا انا ممكن بالظبط اتحمل شويه. بالظبط. طب قعدتي 3 شهور في المستشفى او 4 شهور، 4 شهور. بعد كده رجعتي البيت، قالوا لك بقى الخبر؟ اول يوم في البيت ده انا بتنطط. المفروض ان انا كنت بمشي على مشايه عشان كنت قعدت فتره طويله نايمه، ففقدت التوازن بتاع جسمي، فلازم امشي اكني بيبي تاني، بتعلم المشي. فاول يوم ليا في البيت انا بقى بابا انت هتوديني عند ماما، انت وعدتني اول يوم ليا في البيت هتوديني. قال لي تمام، حاجه خلصت. فطلعنا البيت، هنغير وهناكل وهننزل. قلت له ماشي، لان انا خلاص المفروض لابسه فوديني على طول. اخواتك معاكم؟ اه اه. انا 3 ولاد. ايوه. فاخويا الكبير هو وقتها كان اكبر داعم بجد آه ليا، وهو مع ان انا كنت يعني بخاف منه شويه، اللي هو اخويا الكبير بقى وقور كده. شخصيه قوي. اول يوم واحنا خلاص دخلنا، غيرت اكلت، وانا مش عايزه اعمل ده اصلا، بس عملته عشان اخلص من اللي هم. اللي بابا بيقولوا لي يعني لازم اكل فانزل. يلا. فدخلت بقول، هو كان واقف في اوضه ماما، فهو دخل الاوضه بتاعتهم، فدخلت يلا بينا. فراح طيب 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 طيب، ماما ماتت. فجأة ماشي طب طلعت. يلا بينا. هو بيقول لي ماما ماتت وكررها 3 مرات وانا مش معاك. انا عارفه ان يموت، عارفه ان انا كلمه كبيره، بس انا دلوقتي مش عايزه استوعبها. ما تقوليش ان هي ماتت، انت وعدتني ان انا رايحه اشوف ماما، فانت ازاي تقولي ماتت؟ فقعد يقول لي ماتت ماتت. فاخويا برضو جاي من الطرقه فدخل، بابا انت ليه قلت لها؟ قال له انا خلاص حجاجنا كلها خلصت، 4 شهور بقول في حجاج مش قادر اقول تاني خلاص. فقال له انت ليه قلت لها؟ قال له انا خلاص كل حاجه عندي خلصت، ما بقاش عندي تاني اقول لها. فقال له طب لو سمحت ممكن نسيبنا مع بعض، وهو خرج. دخلنا اوضه اخواتي بقى وقعدنا. انهارتي اكيد. آه عرفتي لا، تستوعبي؟ انا عينيا هي اللي بتنهار، انا مخي حاضر وبسمع وبهز له راسي اه. بس هي دموعي اللي شغاله، انا مش عارفه، هي مش قادره اسيطر عليها. وهو بيديني منديل وبيمسح هو بايده، وانا كانت ايدي لسه مربوطه، فبيمسح. والله مش انا اللي بعيط، والله مش انا، هي اللي بتعيط مش انا. بس انا برضو اللي هو ماما موجوده، فانت انا كنت بدعي لها بقى، كنت بدعي شخص متوفي. فحسيت ان انا سلبوا حق ان انا احزن عليها، ان انا اودعها الوداع الاخير. بس عارفة لمّا تحسّي بقى إن أنتِ بالألم اللي أنتِ فيه وكل شوية علاجات، علاجات، يا ترى هي كانت عاملة إزاي؟ إيه ده كان ربنا رحمها بجد، إن هي ما كانتش تقدر تتحمّل ده، ما كانتش هتقدر تشوف نفسها في الوضع ده، ما كانتش هتقدر تشوفني في الوضع ده. لسه كنت هقول لك هي ما كانتش هتستحمل تشوف. خالص. فكنت باصبّر نفسي بقى بالكلام ده، مع كلام أخويا وربنا رايد كده. ماما كانت حياتها صعبة، وكان لو عاشت كانت هتعيش بمخاطر كتير أوي صعبة، فبجد ربنا رحمها يا منال، فإحنا مش هنيجي جنب ربنا حاجة، إحنا دايمًا هنقول إيه الحمد الحمد لله. لله. فكان يفضل يقول لي كده، فضل معايا فترة طويلة اكيد ما بصراحة. استوعبتيش برضه، يعني ما استوعبتيش بعد وقت خالص، طويل قوي خالص، يعني. لإن حسيت إن في صمت خيّم على قلبي وعقلي، وأنا مش عارفة الصمت ده معناه إيه، بس ده أكيد، أكيد كان ربنا صبر بينعم من عليّا عند بالصبر. ايوه بقولك هو بس، الصبر من عند ربنا بس. بيطبطب عليكي. فابتديت إن أنا خلاص بقى يعني ماما توفت هاكمّل حياتي. طيب اول مره بعد الحادثه لما الحمد لله رجعتي البيت وبصيتي في المرايه حسيتي بايه؟ اتصدمت، اتصدمت صدمة كبيرة أوي. مين ده؟ مين ده؟ مش مين دي، ده مش أنا، ده مش أنا باصنّف نفسي ولد هنا، لإن هُم قصّوا شعري أوي، فبقيت ولد. فأنا فين الضفاير بتاعتي؟ أنا مامتي كانت دايمًا بتحب تضفّر لي شعري، فين ضفايري؟ فين شكلي؟ مين ده؟ يعني أنا مش شايفة ملامح بنت،
شايفة ان هو شكل ملخبط وشعر قصير ده حتى مش دي طريقة. بلبس حاجات واسعة قوي عشان في جروح ما كانتش لسه اتسقلت. عملت أنا. فاللي هو ايه ده بقى، انتوا ايه اللي بتعملوه فيا ده؟ انا مش عارفة استوعب. فكانت صدمة كبيرة قوي بصراحة. عرفتي بابايا شال تفهمي. كل المرايات اللي في البيت، طبعا. غطاها. طبعا. في مراية في الطرقة كده، دي هو وارثها عن جد جد جده. ما قدرت. شالها خالص. بنتي ولا لا مش مهم. فكل حاجة كان بيشيلها بصراحة، أي حاجة تعمل عاكس هو كان بيشيلها. علشان هو كان محتاج إن أنا أتعافى قوي الحرب النفسية اللي كنا بنخوضها سوا أنا وأخواتي وبابايا وأنا. لا، محتاجين إن إحنا تهدى، محتاجين إن هي تقف على رجليها تاني. اه. انتوا كلكم اكيد كنتوا في صدمة يعني. يعني صدمة كبيرة كلكم قوي. العيلة كلها خلصت فجأة طبعا. ومن فرح. يعني من وقت فرح ولذاذة ولطافة ورقص لحزن كبير قوي. حزن بقى مكمل معايا 18 19 سنة طبعا ما ما بيروح. خرجتش منه. طبعا متخيلة. ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها الفردوس الأعلى يا امين رب. يا روح. ويصبر قلبك يعني. امين يا روح. أنا آسفة قوي 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 لا بس خالص، يعني. خالص والله. طب لما شكلك اتغير اتعاملتي مع ده ازاي؟ عرفتي ازاي تبصي له؟ أكيد أخد منك وقت. احكي لي بقى رحلة التعافي بتاعتك. هو بحب اخواتي وبابايا ليا عيلتي. حبيت نفسي بقى ما شاء خلاص. الله ما شاء حبيت الله. نفسي قوي بجد. اللي هو ما فيش حاجة في ايدينا تتغير. العيلة هي الحياة. طبعا. بجد. طبعا والله. يعني ما فيش حاجة في ايديكي تتغير. هنحب نفسنا وهنحب بعضنا ونتكاتف وهنقف على رجلنا تاني وهنكمل. طب وانتي عملتي ايه؟ انتي بقى لما كنت خلاص ما فيش عيلة والناس بتسكت وبتبقي لوحدك عملتي ايه؟ أم، تقبلتي ازاي؟ كنت بتقولي لنفسك ايه في في الأوقات؟ البيت كنت متقبلة. بره البيت انا مش متقبلة ومش عايزة اشوف العالم الخارجي ده تاني من بشاعته. ايه بقى اللي حصل؟ احكي لي. ليه العالم بشع قوي كده؟ ليه يعني تتنمر على شخص انت مش عارف هو خاض قد ايه عشان يقدر بس يقف على رجله ويخرج من عتبة البيت، يخرج يروح دراسته، يروح مدرسته، يروح الدرس، يروح يجيب اشتري حاجة حاجة. حتى من سوبر ماركت بتاع مش قادر. يعني هو يعني كلمتك اللي قلتها دي هتعود عليك بإيه؟ انت ده كلام كتير قوي. كنت بتسمعي كلام فعلا يعني انت بشع. اصلا موجوعة، انت موجوعة بفقدان امك. بالظبط. موجوعة والله انا باللي كنت موجوعة حصل. بشكل قد ما موجوعة ايوه بابا مش معايا. بالظبط أيوة. فانت يعني مش هتموتك الكلمة. انت الاثر بتاعها عاش فيا سنتين مش عايزة اخرج للناس. انا بعمل علاج طبيعي عشان اقدر امشي كويس واقدر امسك حاجة كويس. انت وارجع. يعني رجعتي البيت وبدأتي بقى فترة العلاج وبدأتي تخرجي، لقيتي ان بالظبط. الناس رفض بشعة رفض بتتعامل رفض معاكي. وتنمر. وفي ناس بقى كانت لطيفة قوي بأسئلتها السخيفة. هو انت حصل لك ده ازاي؟ اللي هو مش جاهزة ارد دلوقتي اكيد يعني. خالص. يعني ما كنتش مؤهلة ان انا اعرف، مش عارفة طبعا اقول ايه انت اصلا. لسه مش مستوعبة الموقف. خالص. اي. انا بستوعب نفسي الجديدة. ليه اسئلة ملهاش اي معنى مش هتفيدك بحاجة تقولها لي دلوقتي؟ لا وانت من كتر الوجع اكيد كنت ناسية اليوم ده ومش عايزة تفتكريه، فلما حد اه. بيرجعك ليه اكيد كنت بتتخضي بالظبط. جدا. خالص. وفي تفاصيل فيها أنا مش عايزة افتكرها خالص. طبعا يعني مش عايزة طبعا. افتكر وانا بجري من قدام الشارع وبقول لهم في ناس جوه وانا مش شايفة نفسي. لا انا مش وغير شايفة كده نفسي يا انا عاملة منال ازاي. بحس اصلا ان احنا اي موقف بيحصل لنا بيوجعنا هو اصلا جوه مخنا، مش عايزين نقوله بقى يعني هو اصلا it's بالظبط. laid in our head صحيح. constantly، فانا مش عايزه بقى اطلعه يعني هو شغال، فما خالص. تخلينيش بقى اقوله. اقول له ليه؟ خلاص انا مصدقت انه عدى. تقولوا لي ليه؟ فاهمك. فدي فلما كانت. خرجت بقى للناس والتنمر والموضوع كان صعب قوي، هل قفلتي على نفسك وقعدتي شويه ولا قاومتي وكملتي؟ لا، خدت الطريق السهل ان انا اقفل على نفسي واقعد لوحدي. حسيت ان مش محتاجه للوقت، مش محتاجه اكون مع الناس بره لان هم كلامهم سيء قوي بيأذيني. فقعدت سنتين في البيت مش بخرج مش بعمل اي حاجه غير ان انا بروح الحاجات الضروريه، امتحانات، علاج طبيعي، اكمل عمليه وارجع تاني، مش عايزه اشوف حد اصلا. ما بس ما بتروحيش مدرسه لا لا خالص، لان انا اول حاجه حصلت لي في المدرسه هو التنمر طبعا. ومش عارفين يتعاملوا معايا ازاي. فلا قلت خلاص بلاش، اقعد في البيت احسن. فقعدت في البيت فعلا. طب سنتين ده وقت، ده عمر طبعا. يعني. طبعا. كان بيدور في بالك ايه وقتها؟ بيدور في بالي انا مش عايزه اسمع كلام يأذيني. بس انا في نفس الوقت كنت بدعي ربنا يا رب خرجني باللي انا فيه. انا مش عايزه ابقى كده. انا شخص فرفوش جدا، فانا ايه اللي حصل لي؟ ايوه ليه اتدفنت هنا؟ مش ما كنتيش مستسلمه، مش اللي هو خالص انا لا. خلاص. لا خالص، مش عايزه استسلم وانا من جوايا شخص اصلا ما بيحبش الاستسلام. فابتديت ان انا لا، انا هخرج بقى للناس واللي يحصل يحصل، عاجبهم شكلي عاجبهم مش عاجبهم يتجنبوني. قعدتي بقى السنتين دول ما بتعمليش حاجه، بعد كده في خرجت يوم جه خرجتي قوه، خرجت امتى بقى؟ بقوه بقى. يعني ايه اليوم ده بقى؟ حصل ايه؟ حد قال لك حاجه؟ اليوم ده انا زمايلي معديين تحت البيت اللي هم كانوا المفروض معايا في نفس المرحله العمريه بتاعتي وراجعين. فسمعيهم بيتكلموا ان الشهاده طلعت وانا هخش الكليه اللي انا عايزها. ايه ده؟ يعني كل حد عمال يخطط لاحلامه وانا قفلت على نفسي ليه؟ طيب
ليه عملتي كده؟ طب ما اللي قال لك كلمه قالها ومشي، انت ليه سبتيها تاثر عليكي وبتحبسك عن احلامك وطموحاتك ليه؟ فقلت لا، انا هخرج للناس واللي يحصل يحصل. فاليوم ده قررتي كفايه كده. كفايه كفايه، اكتفيت، فانا لازم اخرج. عملتي ايه اول حاجه؟ اول حاجه ابتديت اشوف الدراسه بتاعتي وقفت لحد فين، اكملها. شفت العمليات بتاعتي فاضل لي قد ايه وهاجل منها ايه، عشان انا عايزه اكمل في حياتي اللي انا وقفتها. واهلك كانوا يعني في اي حاجه، داعمين في ليكي؟ اي خطوه باخدها صح او غلط كانوا معايا فيها. غلط اللي هي انا مش عايزه ده دلوقتي، فطب خلاص ماشي براحتك، مش هنضغط عليكي. ماشي. فاي حاجه بقى حلوه او وحشه بتحصل لي هم كانوا معايا فيها، ايوه ما طبعا. سابونيش خالص بصراحه. واكيد طبعا اللي حصل قربكم من بعض جدا يعني. جدا طبعا. طيب درستي مم. وخلصتي، اشتغلتي. اشتغلت. احكي لي بقى في الاول، كان ان انت تلاقي شغل كان سهل ولا كان صعب؟ ده صعب جدا، طبعا. صعب جدا جدا. كل ما اروح مكان شكلك مش مناسب. طب هو ايه المناسب طيب؟ كنت بتحسي بايه يا منال؟ بحس ان هو اداني الم جامد قوي. ب... ليه انا ما عملتلكش حاجه؟ ده انا جايه بضحك في وشك، ليه الالم ده؟ اروح مكان تاني، اصل ايدك ما نحتاج ايدك اكتر في الشغل فمش تنفع. طب شغلني بشهادتي، طيب ما فيش. طب مش عارفه اعمل ايه. فاترفضت من اكتر من شغلانه يعني. ابتديت اشتغل حاجات بقى، يعني اي حاجه وخلاص، انا عايزه اثبت وجودي، فانا اي حاجه وخلاص. فابتدوا اخواتي يا بنتي مش محتاجين، طب اقعدي، ايه اللي تعبك؟ طب ليه بتروحي تدوري على اللي ينكد عليكي ويضايقك؟ طب ما تقعدي في البيت احسن. وانت من جواك انا عايزه احقق انا ذاتي، عايزه انا ما فيش انا حاجه عايزه اخرج. توقفني. بالظبط، ما انا بني ادم زيكم، انا ليه افضل محبوسه في البيت؟ اروح الجامعه وارجع اروح طب ليه بس؟ ده عندك انا عايزه احلام بالظبط. وعندك حاجات نفسك توصلي لها جدا. وحاسه ان ده من حقك. رجعت لل 16 سنه، الاحلام بتاعت ال 16 سنه ما هي راحت، فانا عايزه ارجع احقق منها اي حاجه. حتى لو انا فكره ان انا بس يكفيني شرف المحاوله، انا هحاول بس. طيب وده بحاول اعمل كفايه، ده. وده كفايه، ده ده حقيقي. كفايه بجد. ده حقيقي فعلا. اشتغلتي بقى الشغلانه اشتغلت. اللي غيرت حياتك؟ اللي غيرت حياتي حرفيا كانت ايه بقى؟ كانت شركه ملابس. اوكي. آه حاجه كنت عايزاها ولا لا، حد عرض عليك؟ هي جارتي القديمه جت قالت في شغل. الشغل ده يعني فيه عربيه توديكي وتجيبك، مش تتعبي، مش تحتكي بناس كتير ولا اي حاجه، هو مصنع شركه ملابس كبيره يعني، بتصدر، فهتروحي سكرتيره. قلت لها طب تمام اوكي. اخواتي طبعا وبابايا يوم وهترجع معيطه، كبرها اسبوع وهترجع معيطه، وهتقعد في ومش البيت هتقعد في ومش البيت. هتشتغل. انا اشتغلت 9 سنين. ما شاء الله يا منال، ما شاء رايحه الله. سكرتيره، من سكرتيره لمشرفه رئيسه القسم للمديره، بدير معايا تحت ايدي 48 شخص اكبر مني بكتير، وبتعامل مع عملاء بس بصراحه برضو عانيت في الاول، بس بعد كده اللي عانيت معاهم اكيد. دول بقوا صحابي جدا. ازاي عانيتي؟ لا معلش افتكرت عانيتي في عانيت. الشغل. هي ليه شكلها عامل كده؟ مم. هي لا، مش هقدر اخد حاجه من ايديها، انا هخاف منها. وانت بقى يا منال بتواجهي الصعوبات دي في الشغل، كنت بتحسي انت محتاجه تشرحي نفسك، تقولي ايه اللي حصل لك؟ كنت بحاول اشرح نفسي ليهم علشان يتقبلوك. بس يتقبلوني، هو ومش بس مش المفروض يتقبلوني. تعملي كده اصلا. ده طبعا مش المفروض اعمل كده، بس كنت حاسه ان المكان ده الامن بتاعي، دي المساحه الامنه بتاعتي. فمش فانا عايزه حابه تخسريه. اللي هيدخل المساحه دي يبقى عارف، ما يفضلش يسال اسئله بقى ايه وجوديه كده، لا يعني انا حصلت لي حادثه بسبب شكلي بقى كده، فمش عايزه اي اسئله زياده عشان مش هقدر اجاوب. طب يعني ولما كنت في صعوبات بقى بتيجي عليكي في الشغل، حاجات انت ما تعرفيهاش في المجال ده، كان في ناس بتسبورت، كان في ناس واقفه اه جنبك؟ اه المديرين بتوعي كان في 2 مديرين كانوا لذاذ قوي. هم كانوا شايفين ان انا من حقك تبقي معانا اصلا، فكانوا بيساعدوني عشان بصراحه هو من كتير. حقك فعلا. لدرجه هم كان في الاول فضول، بس بعد كده خلاص فهموا، فلا بقوا حابين منال، شخصيه منال روحها كانت حلوه قوي، فده كفايه بالنسبه لهم، فبصراحه لا، كان في دعم منهم حلو قوي. والشغل اللي في شركه الملابس ده كان نقطه تحول في حياتك؟ هي كان نقطه تحول بالنسبه لي، ان هو آم، عرفت اخرج من البيت بعد بس. سنتين قاسيين جدا عليكي. طبعا طبعا. طب عديتي بقى الوقت الصعب واشتغلتي، بعد كده بقى جالك الشغل مع أهل مصر. دي نقطه التحول الكبيره بقى. احكي لي بقى عن ده، هي ازاي كان جالك الشغل ده أصلا؟ وانا اصلا بتعالج معاهم. اوكي. من 2019 بتعالج معاهم. آه، ما كنتش فاهمه يعني. في البدايه هي صاحبتي برضو من المكان ده، هي اللي قدمت لي معاهم. قلت لها يا بنتي يا حبيبتي، دول لسه حجر صاحبتك اساس من المكان من الشغل من الشغل انت وشركة الملابس؟ شركه الملابس. اوكي. فقالت لي ده انا بسمع عن المستشفى وحاجات حلوه قوي، بيقولوا مستشفى متخصصه للحروق. قلت لها لا 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 ابدا، انا مش هعمل على عمليات تاني، انا عملت عمليات كتير قوي ونصها فشل لان هم كانوا بيجربوا. فقلت لها مش هقدر اعمل ده تاني بصراحه، فانا خدت كده جانب، قعدت اخد هدوء شويه من العمليات. قالت لي هدوء شوية من الحياة دي بالظبط. اللي بتفكرك بالظبط. دايما باليوم اللي وجعك لحد النهاردة. ده بالظبط.
قدمت لي بصراحه، جهزت الورق، ما خدوش معايا وقت، جم بسرعه وخدوا الورق مني وودوني لدكاتره متخصصه في علاج الحروق. فانا انبهرت قوي، ايه ده انا كنت فاكراكوا يعني زي الدعايه اللي الناس بتعملها على الفاضي. لا، طلع الموضوع بجد قوي. ورحت لدكاتره متخصصه عارفين هيتعاملوا مع الحاله بتاعتي ازاي. تخصص اليد، الوجه. لا، رحت بجد الدكاتره كانت ممتازه. ابتديت ان انا معنى إن حاجة تشرف قوي إنه في مصر جدا الصراحة. بصراحه. حاجة بصراحه جميلة قوي قوي. بصراحه المستشفى كمان تحفه التحفه بجد، لا أيوه أيوه بامانه. أنا عارفة. وهي كمان يعني بتساعد كل الناس. أيوه دي حقيقة. فدي حاجه حلوه قوي. مش لازم يبقى معايا فلوس عشان اقدر اتعالج، لا، هو من حقك انك تعيش، فهتاخد خدمه العلاج. طب وقعدت قد إيه بتتعالجي معاهم؟ انا من 2019 لحد النهارده بتعالج. عملت اوديشن كده لقادرون باختلاف. هما كانوا بيجمعوا الابطال بتوع مصابي الحروق، ويشوفوا مين اللي يقدر يشارك في الاحتفاليه دي. احتفاليه كبيره قوي. فالحمد لله طلعت من الناس اللي شاركت، انا ومعايا بنوته تاني اسمها بسمله، شقيه جدا وعسوله قوي. شاركنا. والنقطه الفاصله في حياتي اول ما طلعت قدمت الاحتفاليه. لما رجعت، طبعا هو بصراحه دكتور هبه أيوه عملت جميلة. احتفاليه كبيره قوي ليا انا وبسمله في المؤسسه، وكان احتفال رائع قوي. وانا هو ايه اللي بيحصل؟ انا ما عملتش حاجه. يعني ايه لا يا يا حبيبتي؟ طلعت في حبيبتي التلفزيون، انا حسيت ان انا قدمت حاجه للمكان اللي انا بتعالج معاه ببلاش. فحسيت ان دي حاجه بسيطه قوي ان انا اقدر اقدمها له لو هم حابين ده. لا انت تستاهلي تتكرمي على قصتك وفعلا هي وعلى عملت كده. المثابرة اللي انت يعني عديتي هي بيها. عملت لي شهاده تقدير وهو طب اوكي شكرا قوي بجد، انا حاسه ان انا تعبتكم، وحاسه ان انا كمان ما قدمتش اللي المفروض اقدمه وقت الاحتفاليه. أنا متأكدة انك قدمتي اكتر من بصراحه اللازم كمان. دكتوره هبه يعني هي بتعيط، تحضني وتعيط تقولي اخيرا اخيرا صوتنا هيتسمع، اخيرا اخيرا. هي جميلة آه، وبتعمل حاجة بجد تحفه جميلة بصراحه. للبلد ربنا يبارك يعني. لها بجد في كل حاجه هي بتعملها. بعدين بقى الشارع، ايه ده انت اللي كنتي مع الرئيس؟ ممكن اتصور معاكي؟ ايه؟ ما هو انا نفس الشخص اللي انت كنت بتداري نفسك منه. ايه اللي اتغير؟ يعني ايه اللي اتغير عشان بس بقيت او طلعت على مكان متشاف والناس كلها بتقدره؟ فانت ليه المعامله دي؟ فدي كانت بالنسبه لي حاجه حسيتي ان بتضايقني ربنا عوضك؟ جدا. طبعا طبعا عوضني بناس بتفهم، ناس بتقدر يعني ايه شخص مصاب وليه حقوق وليه دور. انت مش مجرد ان انت مصاب، لا انت بني ادم. وتستاهل ان انت تعيش حياة بالظبط طبيعية جدا. بالظبط. الحادثة مش هتاخد منك حياتك اللي انت المفروض كنت تعيش. فابتديت ان انا كمان اشتغل، ابتديت احصل على لقب المتحدث الرسمي باسم المؤسسه والمستشفى. دي حاجة جميلة دكتوره هبه جدا ادتني جدا. اللقب الجميل ده. دي حاجة جميلة جدا وبصراحه جدا. انا ممتنه ليها جدا. آه، طب وبتعملي ايه دلوقتي معاهم بقى يعني انا دلوقتي المفروض اني اشتغلت اول سنتين في الماركتينج، كنت PR. ده في مستشفى اهل مصر؟ مؤسسه اوكي. اهل مصر للتنميه. وبعد كده المستشفى هي مستشفى من برامج المؤسسه، اوكي. مستشفى اهل مصر لعلاج الحروق. ابتديت ان انا اشتغل في المؤسسه كBR. وبعد كده حسيت ان انا عايزه ابقى في قلب الحدث. قلب الحدث ابقى ازاي؟ فطلعت البرامج، دارت البرامج، اشتغلت هناك في برنامج التوعيه. حاسه ان انا روحي بقى بتنفذ بحريه، واقدر اقول للناس لكل حاجه محيطه بينا في اليوم ممكن تسبب لي ناخد خطر، ناخد بالنا واخد ازاي بالي من. من الخطر ده. ايوه. فابتديت اشتغل انا بقالي سنتين وحسيتي ان لما رحتي اشتغلتي في المكان ده ان ده اللي انت كنت دايما بتحاولي تعمليه من ده ساعة الحادثة؟ المكان ده حطني قدام حلمي اللي انا كنت بهرب منه، ان انا حلمي اكون تواجهي. مذيعه. مم. دكتوره هبه بصراحه وفرت لي اكتر من ورشه. خدت ورشه تدريبيه مع رامي رضوان، اعلامي جميل قوي. تحفة. وخدت كمان ورشه كانت من سالي عبد السلام، مذيعه تحفه بحبها قوي خطيرة. اهو. ايوه جميلة هي قدمت لي وخطيرة. الورشه دي معايا في الاذاعه. وبصراحه حبيت الاثنين قوي. فحسيت ان المؤسسه لا، هي بتنمي قدراتنا اللي احنا خايفين انها تظهر، بتساعدنا في ده. طبعا هو في اكتر من برنامج، مش هظلمهم بصراحه، في ايوه كذا طبعا. كذا برنامج. الدعم النفسي ده برنامج كبير قوي اصلا شغالين عليه. لان احنا بنحتاج دعم نفسي، بنحتاج تاني طبعا نتاهل طبعا. نفسيا للحاجات الكتير اللي بناخدها والصدمات اللي عشان في بنشوفها. افكار كتير قوي بتسيطر عليك وعليكي اكيد في بالظبط. اوقات صعبة، يعني اكيد بتبقي حاسة ان انت لوحدك، فالدعم ده النفسي في الاوقات دي بيبقى مهم قوي. بيفرق قوي، بيفرق قوي طبعا قوي قوي. طبعا. بنتقابل بقى بابتسامه، بنتقابل بحب. دكتور هبه لما بتبقى جايه المستشفى هي بتفضل تحضن وتبوس فينا كده، بتبقى فرحانه بينا قوي ان احنا بنظهر وبنتكلم. بحس ان هي امنا حرفيا والله، من اللي هي من كتر ما هي فخوره بينا. انا بحس الصراحه يا منال ان دكتوره هبه يعني بتدي فرصه لاي حد ان هو يعيش حياته بطريقه طبيعيه جدا رغم كل الظروف اللي اي حد بيعدي بيها يعني، فاحنا كلنا ممتنين ليها جدا يعني. طب بصي اسالك بقى اسئله كده بعيدا عن الحادثه واللي حصل.
لو بنت او اي حد بيعدي بحاجة شبه اللي عديتي بيها تقولي لهم ايه؟ لا، اقول له بلاش تعطل نفسك، كلام الناس هيعطلك كتير جدا. اوعى تديهم فرصه ان الكلام ده يعطلك. ليك احلام، ليك طموحات، ليك حياه لازم تعيشها، فما تفكرش خالص في اللي هيتقالك. فكر بس في اللي انت عايز تعيشه، لان بجد هتتعطل كتير قوي وده بقى عن تجربه. فبحاول دايما اعمل كده. بتحسي ان دي الرسالة بتاعتك ان انت جدا. عايزة توجهيها لأي حد مر بالظروف مشابهة ليكي؟ بالظبط. ايه المعنى الحقيقي للقوة بالنسبة لك؟ هو المعنى الحقيقي بالنسبه لي الاستمراريه، ان انا افضل مستمر، ما افضلش احوش واخزن جوايا. هيجي في ساعة صفا كل ده هيخرج. فأنا لو قوية وده خرج هقع وهضعف. فأنا مش عايزة ده يحصل، فأنا لازم أبقى مستمر، أعيش كل حاجة بتفاصيلها وتتنهي وأقفل عليها وأكمل. طب وازاي يعني رغم كل بقى الوجع والحاجات الصعبة نكمل ونبقى مستمرين في اللي احنا عايزين نعمله بكل الحاجات اللي بتعدي علينا دي؟ ما أنا أعيش كل حاجة بتفاصيلها. يعني أنا عشت تجربة من فترة سيئة جدا. فقدت عمته، وعمته هي كانت الأم التانية ليا. ففقدتها ربنا من يرحمه. بدون سابق إنذار في رمضان اللي فات. ربنا يرحمه يا رب. فجأة كده بنت تعبت، خلاص أنا عشت الحزن وبعيش تفاصيله. بادعي لها طول الوقت. ففي حاجات بقى أنا لازم أعملها، مفروض عليّا أعملها، اللي هو الدعاء. هُم محتاجين مننا ده دلوقتي. فأنا لو ركنت ده جوايا وحوّشته زي ما حوّشت قصة وجعي مع أمي، فأنا هافضل طول الوقت مش باخف. ومش عايشة مش يعني عايشة. عايشة مش عايشة ماشية كده بس حقيقي خالص. مش بالضبط. عايشة. طبعًا بجانب الناس اللي حواليكِ برضه بيبقى في دعم حلو منهم. طيب أصعب حاجة حسيتي بيها في كل اللي عديتي بيه؟ آآ هابقى كدابة لو قُلت لِك إن في حاجة بعينها، بس لأ، كانت حاجات كتير، كتير أوي. زي ايه؟ أبقى أعيش حياتي من غير أم. سن ال16 سنة، فأنتِ لسه بنوتة شابة، فجأة أمِك تختفي من حياتِك من غير، يعني فجأة. بسبب حادثة انت برضو ما ليش أي دخل فيها. وأثرت عليكي انت كمان؟ جامد، جامد. فلأ. ربنا يرحمها يا رب. يا رب. مين أكتر حد وقف جنبك؟ لأ كتير. أيوة. كتير أوي. أولهم عيلتي، طبعا. دكتور هبال سويدي، المؤسسة وزمايلي فيها، الشغل القديم والteam اللي أنا جمّعته فيه، مراتات إخواتي الاتنين. باحس إن هُم إخواتي مش مراتات إخواتي. رزق من عند ربنا. رزق والله العظيم، رزق أيوة. بجد، باحمد ربنا عليه أوي. الحمد إخواتي باحمد ربنا عليهم، أبويا الحمد باحمد لله، ربنا ربنا عليه. يخليهم لك يا رب. باحمد ربنا على الحنيّة اللي فيهم. باتمنى إن هي تفضل دايمة على طول، ودايمًا بادعي لهم بالتوفيق، يا رب. عشان هُم عايزينّي دايمًا يشوفوني أحسن حد، فأنا انت أحسن كمان عايزة حد، أشوفهم أحسن انت حد. أحسن حد والله. طيب ايه الرسالة؟ آخر سؤالين خلاص، مش هتعبك أكتر من كده. ايه الرسالة اللي نفسك توصل للناس من خلال قصتك؟ من خلال قصتي، بلاش الحكم المُسبق على أي شخص مختلف. من حقه إنه يعيش، من حقه إنه يتنفّس، من حقه إنه يبقى جنبك، مش من حقه إنه يتعزل، مش من حقه إنه يترفض. صح. لأ، مش من حقه إنه يتشاف. كل الحاجات دي من حقه إنه يعيشها، مش من حقه إن هو ما يعيشهاش. صح. فدايمًا باقول للناس بلاش تحكم على أي شخص من خلال الشكل. الشكل آخر حاجة تحكم عليها، أو تحكم من خلالها على بني آدم. صح. في حاجات تانية أولى وأهم إن أنا أحكم عليها، بس الشكل ده بجد آخر حاجة، آخر حاجة. وأكيد برضو نفسك توعي الناس على الأخطاء البسيطة. جدًا، جدًا. دي الرسالة اللي أنا نفسي أقدمها للناس. خدوا بالكم من التفاصيل الصغيرة في خلال يومكم. كوباية الشاي، الكاتل، المَيّة المغلية، الطاسة، الحاجات بجد صغيرة، بس كوارثها كبيرة أوي. طبعا طبعا. طيب سؤال صعب شوية، لو مامتك النهاردة كانت معانا تحبي تقولي لها ايه؟ في كلام كتير أوي متحوّش. أولًا أقول لها إن أنتِ وحشتيني أوي، أوي. وحشني حضنِك أوي، وحشني الضفاير بتاعتِك، وحشتني ضحكتِك، وحشني ضربِك. لأ، وحشتيني أوي بجد، وحشتني تفاصيلي معاكِ. آآ لا، هاقول حاجات كتير أوي بصراحة. بس باصبّر نفسي إن هي في مكان أحسن. هي ايوه في صح. مكان أحسن، وربنا مش هيعزّها عليه طبعًا. وهي شهيدة، باقول الله يرحمها في كل صلاة، بادعي لها في كل صلاة. بس لأ، هي وحشتني أوي. إمم. ربنا يرحمها يا رب. انتي بطلة بجد، واحنا يعني فخورين بيكي وان انتي ربنا يحطك في طريق اي حد ده رزق ليه. فبجد شكرا انك انتي، وشكرا ان انتي بالمثابرة دي، وان انتي بتوصلي صوتك لكل الناس وبتحاولي تساعدي الناس ما تقعش في نفس الأخطاء.
الحمد لله. بجد 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 بشكرك قوي 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 يا بشكرك منال. جدا 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 على الاستضافه. بشكر كل التيم اللي معاكي برضو هم كتير. هم اجمد ناس، هم سبب كل حاجه. وبشكرك انتي، واتمنى ان انتي كمان تكملي في اللي انتي نفسك تعمليه توصلي ليه. ميرسي يا منال، انا بكمل بيكوا وبان انا اشوف حد قوي زي كده يخليني دايما اكمل يعني. شكرا. فشكرا قوي انك كنت هنا، وانا فخوره بيكي جدا. ربنا ميرسي يا يخليكي. منال. شكرا.